مجال الدالة نخلي بالنا طبعا كده إن إحنا نفتكر كده شوية حاجات. إزاي نجيب مجال أي دالة؟ قال لي مجال أي دالة بنشوف الدالة بتاعتنا عبارة عن إيه؟ يعني لازم أحدد نوع الدالة عشان أجيب مجال الدالة، يبقى لازم أحدد معايا نوع الإيه؟ الدالة. الدالة عندنا يا إما تكون كثيرة حدود، تمام؟ يا إما تكون الدالة عندنا موجودة في صورة كسرية، يا إما تكون الدالة عندنا موجودة في صورة جذر. لازم قبل ما أحل المسألة بتاعتي لازم أعرف الدالة بتاعتي تبع أنهي نوع من الثلاثة دول. أشوف الدالة بتاعتي هنا أهوت. لو دالة كثيرة حدود، يعني إيه دالة كثيرة حدود؟ يعني الدالة تعتبر كأنها مكتوبة في سطر واحد، يعني ما هياش كسر. قال لي فدي بيكون بالنسبة لنا مجالها بيساوي ح. أي دالة كثيرة حدود بيكون مجالنا بيساوي ح، زي مثلا لما يجي يقول لي دالة س بتساوي س أس 2 مثلا زائد 3 س مثلا زائد أي حاجة، مش هتفرق معايا. قال لي ما دام الدالة موجودة عندي في سطر واحد، فتبقى الدالة دي هي بالنسبة لنا هي عبارة عن إيه؟ عن دالة كثيرة حدود، ويبقى المجال بتاعي ح. طب النوع التاني اللي هي الدالة تكون كسرية. الدالة تكون كسرية زي اللي موجودة عندنا كده في السؤال، تكون بتتكون من بسط وإيه؟ ومقام. تمام؟ قال لي أي دالة تكون بتتكون من بسط ومقام دالة كسرية، فبيكون مجالها بيساوي ح ما عدا أصفار الإيه؟ المقام. تمام؟ قال لي يبقى ده النوع التاني. قال لي طب يبقى لو الدالة عندي بتكون موجودة في صورة كسر، فبيبقى المجال بتاعي هو ح ما عدا أصفار الإيه؟ المقام، يعني بنساوي المقام بالصفر ونشوف إيه المشكلة اللي هتسبب وجود الصفر في المقام ونشيلها منين؟ من المجال. طبعا بنأكد يعني إيه كلمة مجال؟ يعني الأرقام اللي مسموح لي أعوض بيها. قال لي طب نيجي بقى لو كانت الدالة موجودة عندي في صورة جذر، فببص على حاجة اسمها دليل الجذر. دليل الجذر ده هو اللي بيحدد لي نوع الجذر اللي عندي. قال لي يعني سواء جذر تربيع أو جذر تكعيبي وهكذا. دليل الجذر ده اللي هو النون ده لو كان عدد فردي، يعني كان جذر تكعيبي جذر خامس، فيبقى المجال بالنسبة لي بيساوي ح. تمام؟ ده لو كان دليل الجذر عندي فردي، يعني تكعيبي أو خامس أو سابع أو هكذا. لو كان دليل الجذر ده رقم زوجي، فيبقى لازم يكون طبعا بديهيا احنا عارفين ان الجذر التربيعي او اي جذر دليله زوجي لازم يكون اللي موجود تحت الجذر هنا لازم يكون رقم موجب او بصفر. فبالتالي لازم يكون اللي تحت الجذر، ايا ما يكون اللي تحت الجذر لازم يكون اكبر من او يساوي الايه؟ الصفر. قال لي طب ده كده عشان اعرف احدد المجال، يبقى لازم اعرف اذا كانت الداله بتاعتي كثيره حدود ولا كسريه ولا جذريه. قال لي طب يبقى بنشوف النوع بتاع الداله وببدا احدد الايه؟ المجال. طبعا كل الكلام ده هو ممكن يتهد معانا في لحظه. ايه هي؟ ان هو لو شرط بمعنى احنا دلوقتي عندنا في السؤال بتاعنا ده هو الراجل بيسالني هنا عن المجال. تمام؟ طيب الراجل هنا بيسالني عن المجال، بس جه قال لي طبعا زي ما احنا شايفين ان المجال بتاعي هنا هو عبارة عن دالة موجودة في صورة كسر. قلت له كلام جميل. قال لي حضرتك هتيجي تقول لي اه يلا كده نشوف كده مع بعضينا. الدالة هنا موجودة عندي في صورة كسر، واحنا لسه قايلين دلوقتي لما تكون الدالة موجودة عندي في صورة كسر بيبقى المجال بتاعي هو عبارة عن ح ما عدا أصفار الايه؟ المقام. قلت له كلام جميل. يعني معنى كده ان حضرتك هتيجي تقول لي على حسب الكلام اللي احنا قلناه هنجيب المجال بتاعي، يبقى هناخد المقام بتاعي اللي هو مكتوب عندي 4 س وهنساويه بمين؟ بالصفر. قال لي طب يلا كده نجيب الاصفار. هتقول لي هنمشي الاربعه دي طبعا مضروبه، هتروح بالقسمه يبقى هنقسم على الاربعه يبقى الس بتساوي الصفر. قال لي بحضرتك هتيجي تقول لي ان المجال بتاعي سبب وجود الصفر هنا هو في المقام هو الرقم صفر،
فهتيجي تقول لي يبقى المجال بتاعي بيساوي ح ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. قلت له كلام جميل. قال لي الكلام ده كان يبقى صح في حالة لو كان الراجل مش شارط عليا الشرط ده الكلام ده لو ما كانش الجملة دي موجودة كنت الكلام ده بالنسبة لي هيبقى كلام مظبوط، يبقى المجال بتاعي ح ما عدا الصفر أصفار الايه؟ المقام. لكن هنا طبعا الراجل قال لي ايه؟ قال لي المجال بتاع الدالة د حيث د من ح موجب تقول لح. الجملة دي معناها ايه؟ الراجل قال لي ح موجب تقول لح. هنا بيحدد حاجتين، بيحدد لي المجال، تمام، وده اللي هو المجال المقابل. اللي في الجملة دي هو الراجل كده حدد لي شرط عليا ان المجال بتاعي، تمام، هو عبارة عن ايه؟ عن ح ايه؟ موجب. تمام. قال لي حلو قوي. يبقى الراجل لما قال لي هنا من ح موجب تقول لح، يبقى هو شرط عليا ان ده المجال. يبقى خلي بالي ما اقعش بقى هنا في السؤال ده. هو الراجل هنا قال لي ايه؟ عايز المجال. قلت له اه، من الشرط اللي انت شرطته ده خلتني ان انا هديت اللي انا عملته ده. يعني مش هديته قوي، ان انا جبت اصفار المقام. يعني معنى كده ان سبب وجود الصفر في المقام او اللي هيبوظ الدنيا في الداله الكسريه هو الرقم صفر. بس انت هنا بتقول لي كمان ان انا لازم اخد المجال بتاعي من ح موجب. فيبقى المجال بتاعي هو ح موجب، وكمان اشيل منها الحاجه اللي بتعمل لي المشكله. يعني المفروض ان انا المجال بتاعي يبقى ح موجب ما عدا مين؟ الصفر. قلنا لا، طب ما هو الصفر اصلا ما هوش موجود في ح ايه؟ ما هوش موجود في ح موجب. يبقى معنى كده ان كلمه الصفر دي احنا هنشيلها، يبقى ملهاش لازمه، لان انت بتقول لي المجال بتاعي يبقى هو عباره عن ح موجب، تمام، وما ينفعش بالنسبه لنا كمان الرقم ايه؟ صفر، وكده كده الرقم صفر مش موجود في ح موجب. قال لي فيبقى الاجابه بتاعتي هي عباره عن ح ايه؟ موجب. قال لي طب توضيح كده بسيط عشان نخلي بالنا ان لو كان المقام ده بدل ما مثلا مكتوب 4 س كان مكتوب س ناقص 4 مثلا في المقام. لو كان المقام بتاعي ده مكتوب س ناقص 4، فانت لما هتيجي تجيب الاصفار هتودي هتساويه بالصفر، هتودي الأربعة هناك بعكس الإشارة، فيبقى السين بتساوي كام؟ 4. تمام؟ يبقى معنى كده إن المجال بتاعك يبقى ح ما عدا مين؟ الأربعة. تقول لي تمام، ده الكلام ده لو ما كانش فيه مين؟ لو ما كانش فيه الشرط ده. يعني لو كان مكتوب في المقام هنا الدالة بتاعتي س ناقص 1 على س ناقص 4. تمام؟ قال لي في الحالة دي كنت انت حضرتك هتساويها بالصفر وتقول لي يبقى المجال بتاعي ح ما عدا مين؟ الأربعة. قلت له كلام جميل. طب بقى بالشرط ده، قال لي انت بتقول لي هنا ان المجال بتاعي ح موجب، يبقى معنى كده ان انا مش هاخد ح، يبقى انا كده حاجة اقول له يبقى المجال بتاعي هو عبارة عن ايه؟ عن ح موجب، تمام، ما عدا مين؟ ما عدا الأربعة. هنا بقى مش هنشيل الأربعة، ليه؟ لأن الأربعة أصلا موجودة في ح موجب وأنا مش إيه؟ مش عايز. تمام؟ أرجو إن تكون النقطة دهيت وضحت بالنسبة لي. تمام؟ طيب نيجي نشوف بقى كده سؤال تاني. هنا بالنسبة لنا بقى برضو حاجة من اللي إحنا عايزين ننبه عليها، اللي هي إزاي بعمل المنحنيات. آه، أيوه. ازاي بنعمل المنحنيات طبعا، او الرسم بتاعنا بتاع الدوال. طبعا الموضوع ايه يعني يطول شرحه، بس احنا بنخلي بالنا من حاجه، بس ان احنا اي داله، لو الداله ديت عندنا داله تربيعيه، يعني هنقول كده مثال على داله وهيمشي عليها كل الدوال. بالنسبه لنا الداله التربيعيه اللي هي بتكون عباره عن د س بتساوي س اس 2. معلش احنا النهارده بنطول عشان انا مش بشرح السؤال بس،
بشرح السؤال وبحاول ان انا يعني اخد الحته بتاعته اللي من المنهج يعني. يعني مش حابب ان انا احل الاسئله بس وتبقى انت مش متابع. انا براجع صوره الاسئله، براجع الكلام اللي احنا بناخده في المنهج. الداله ده س بتساوي س اس 2. طبعا احنا عارفين ديت لما بنيجي نمثلها، اللي هي الداله التربيعيه بتتمثل عامله بالمنظر ده، بتتمثل بمنحنى على شكل حرفي وكده. تمام. دي الداله اللي هي د س بتساوي س اس 2، ود س بتساوي سالب س اس 2. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ ان هنا في سالب قبل س اس 2. في الحاله دي بتتمثل نفس الرسمه، بس كل ما فيها ان هي بتيجي معايا بالايه؟ بالمتشقلب كده. تمام. يبقى اي رسمه عندنا ليها رسمتها بالموجب ورسمتها بالسالب. يعني لما يكون قدام منها موجب بنرسم المنحنى بتاعها كده، او اي رسمه على حسب رسمتها. لما تحصل ان سالب يكون في قبل منها سالب، ايه اللي بيحصل؟ الرسمه عندي بتتشقلب بجميع انواعها. يعني مثلا سواء كانت داله تربيعيه، داله تكعيبيه، داله كسريه، السالب ده يعني بيشقلب الرسمه، بيغير وضعها. بدل ما هي مثلا مرسومه لفوق تترسم لتحت، لو مرسومه في الربع الاول والثالث تلاقيها تترسم في الربع الثاني والرابع. يعني كلمه سالب دي بتشقلب الرسمه. طيب، اللي بيحصل عندنا ان احنا بنعمل نقل للرسمه دهيت. الرسمه دي بتتنقل على حسب ايه؟ على حسب الداله اللي موجوده عندي. ايه يعني ايه الداله اللي موجوده عندي؟ يعني الراجل مثلا جاب لي الداله ده س دهيت بتساوي، عمل لي كده مثلا س زائد 3 نص 2 زائد مثلا 2. الراجل جاب لي رسمه زي كده. تمام. او جاب لي داله زي كده وعايزني اعرف ازاي اجيب رسمتها. قال لي ايه اللي بيحصل عندنا؟ قال لي احنا كل ما فيها ان احنا عايزين نعرف نقطه بدايتنا، اللي هي راس المنحنى بتاعتي او بدايه الرسمه بتاعتي. طبعا هنا بدايه الرسمه بتاعتي كانت نقطه الاصل اللي هي نقطه صفر وصفر. قال لي طب انا عشان عايز بقى اعمل الرسمه بتاعت الداله ده اهي. قال لي ان الرسمه بتاعت الداله دي هي دي، بس كل ما فيها ان احنا هناخد الرسمه دي نحركها على المحاور. قلت له ده ودي هحركها ازاي؟ قال لي حاجه بسيطه جدا. قلت له ايه؟ قال لي بتيجي تاخد اللي جوه القوس اس 2 ده وتساويه بالصفر عشان تعرف رقم السين. قلت له كلام جميل. يعني حاجه اقول له س زائد 3 هنساويها بمين؟ بالصفر. هتقول لي هنودي التلاته هناك بعكس الاشاره يبقى السين بتساوي سالب 3. قلت له ده رقم السين. قال لي طب، قال لي هتلاقي في رقم قاعد عندك لوحده بره، ده رقم الصاد، تاخده بإشارته. قلت له رقم الصاد هنا بكام؟ باتنين. قال لي حلو أوي. قال لي كده أصبح أنت معاك زوج مرتب س بسالب 3 وصاد بكام؟ باتنين. قلت له كلام جميل. يبقى معايا زوج مرتب اللي هو عبارة عن سالب 3 وكام؟ واتنين. قال لي ده هو اللي أنا هعمل عنده الرسمة دهيت. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني الرسمة ديت بدل ما هي رأسها نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر، لا أنا هعمل الرسمة ديت بس رأسها هيبقى سالب 3 وكام؟ واتنين. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني إحنا هنمسك الرسمة دي ونحركها. ده المقصود بقى هنا بالنسبة لنا، اللي هو بيتكلم فيه السؤال بتاعتنا، إن إحنا بنعمل للرسمة إزاحة. قلت له يعني إيه بنعمل للرسمة إزاحة؟ يعني بص كده أدي المحورين بتوعنا عشان نبقى فاهمين الدنيا هتبقى ماشية معانا ازاي. قال لي طب انا عندي النقطة اللي هي سالب 3 وكام؟ و2. السالب 3 دي بتاعت السين هنا مثلا، دي السالب 3، والاثنين بتاعت الصاد، يعني هنا سالب 1 وسالب 2 وهكذا. طيب، وهنا 1 2 3 وهكذا. هنيجي عند النقطة ديت اللي هي سالب 3 و2، اللي هو المكان ده. دي سالب 3 وكام؟ و2. قال لي شايف المكان ده؟ احنا هنعمل ايه بالظبط بقى في المكان ده؟ هناخد الرسمه دي كده زي ما هي كده، تمام، وننقلها نجيبها هنا في المكان ده. يعني كاننا هنمسك الرسمه ديت، هناخد المحورين دولت ونجيبوهم هنا اهو. تمام، كاننا هنعمل كده ادي المحورين اهم. تمام، بتوع الداله التربيعيه اهو. كأن بقت دي نقطه الاصل بالنسبه لي. تمام، يبقى انا مسكت الرسمه دهيت. تمام،
نقلت المحورين بتوعي، نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر خليتها هي السالب 3 وكام؟ و2. وهاخد الرسمة بتاعتي وارسمها عادي، مفيش أي مشكلة. يعني هاخد الرسمة ديت زي ما هي كده وانقلها هنا. ده كلام جميل كده. أهو. يبقى احنا كده رسمنا الدالة بتاعتنا. تمام. الكلام ده هينطبق على أي نوع من الدوال. يعني أهم حاجة عندي إن أنا أعرف راس الإيه؟ راس المنحنى بتاعي، أو بداية الرسمة بتاعتي، أو المكان اللي أنا هنقل فيه الرسمة بتاعتي. ايه النقل ده؟ احنا بنعمل عمليه تحريك. يعني ايه تحريك؟ قال لي احنا دلوقتي ده بالنسبه لنا محور السينات. محور السينات احنا عارفين هنا ان النقطه دهيت اللي هي واو دي، اللي هي نقطه الاصل. تمام. ومحور السينات احنا بنرمز له بالرمز هنا س، وهنا س شرطه. تمام. صحيتوا ولا نايمين لسه؟ معايا عشان عمال اتكلم هو حد يكون نام. قال لي طيب، ده كده محور السينات س، وهنا س ايه؟ س شرطه. تمام. وهنا محور الصادات طبعا احنا عارفين صاد وصاد شرطة. طيب، بالنسبة لنا الجزء الموجب بتاع محور السينات، بدل ما نقول الجزء الموجب لمحور السينات بنقول في اتجاه واو س. تمام. يعني كلمة واو س دي الجزء الموجب لمحور السينات. وبدل ما نقول الجزء السالب لمحور السينات فبنقوله واو س شرطة. تمام. طب ده بالنسبة لمحور السينات. بالنسبة لمحور الصادات فهمت القصة. تمام. ايه ده؟ ده انا شكل اليوم. آه، دي صاد. ها. ماشي. وتحت صاد شعر. تمام. أنا متهيألي ان انتوا فاهمين دي، يعني انا بس انا بتكلم سعيد. قال لي طب، يبقى بالنسبه لمحور الصادات، تمام، اللي فوق ده الموجب اللي هو واو صاد، واللي تحت السالب اللي هو واو ايه؟ واو صاد شعر. تمام. قال لي طب، فلما نيجي نقول احنا حركنا في السينات في الجزء السالب فنقوله في اتجاه واو س شعر. بمعنى انا دلوقتي هنا السين بتاعتي كان الرقم بتاعي سالب 3. يعني انا عملت ايه؟ يعني الرسمه دي انا حركتها بالنسبه لمحور السينات، بدل ما هي كانت هنا عند السالب عند الصفر وصفر، انا حركتها لحد السالب 3 بالنسبه لمحور السينات. قلت له كلام جميل. يعني انا جيت بقى كاني جبت الرسمه دهيت، سحبتها من نقطه الاصل، حركتها سالب 3 عند محور مين؟ السينات. ورفعتها 2 بالنسبه لمحور مين؟ الصادات. تمام. قلت له كلام جميل. طب الكلام ده بنقوله ازاي؟ بنقوله ان احنا حركنا او عملنا ازاحه 3 وحدات في اتجاه واو س شرطه. بدل ما اقول 3 وحدات بالسالب فبقول 3 وحدات في اتجاه واو س شرطه. قال لي طيب، وحركنا في الصاد 2 في الموجب. فباجي اقول له وعملت ازاحه في الصادات. تمام. عملت ازاحه مقدارها 2 في اتجاه واو صاد. تمام. واو صاد يعني بقول له في الاتجاه الموجب، بدل ما اقول له ان انا حركتها 2 موجب في الصادات فبقول له حركتها عملت ازاحه مقدارها 2. تمام. في واو صاد. قال لي طيب، ده الكلام ده اللي احنا نخلي بالنا منه، ده موضوع الازاحه. قال لي طب موضوع تاني بالنسبة لنا هو برضو إيه؟ الرسمة كلها اتحركت، فبيتحرك معايا المجال وبيتحرك معايا المدى. قال لي يعني أخلي بالي من التحريك دهوت لأن هو هيأثر معايا في المجال وفي المدى. إزاي؟ يعني إحنا بالنسبة لنا هنا المجال بتاعي هتقول لي بيساوي ح، لأن دي دالة كثيرة حدود، والرسمة بتاعتي واخدة من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية، زي ما اتفقنا إن المجال ده المسؤول عنه محور مين؟ السينات. ففي محور السينات من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية. قال لي طيب، المدى الرسمة بتاعتي فين؟ قدام محور الصادات. فأنا هنا بادئ من أول كام؟ الرسمة بتاعتي يعني الجزء بتاع السالب ده أنا ما استغلتهوش، يعني بادئ من أول الصفر. ها. استغليت محور الصادات لما لا نهاية. يعني بالنسبة لي المدى بتاعي، تمام، هتقول لي يبقى من صفر لإيه؟ لما لا نهاية. قلت له كلام جميل. قال لي طيب، ايه اللي هيحصل بقى لما الرسمه اتحركت؟ قلت له بالنسبه لي لو هنا سالني عن المجال فانا هقول له المجال بتاعي برضه بيساوي ح، ما عنديش اي مشكله. قلت له ليه؟
قال لي برضو ما هي الرسمة واخدة كلها قدام محور مين؟ قدام محور السينات، المجال بتاعها. تمام، ده مكمل كده، واخد السين الموجب واخد السين السالب، ده مكمل، يعني المجال بتاعها. لكن هيختلف معايا بقى في المدى. المدى زي ما اتفقنا اللي هو اللي انا خدته من الصاد، وهنا انا كنت بادئ اخد من الصاد من اول الصفر، تمام، لحد ما لا نهايه. دلوقتي انا عملت تحريك للصاد مقداره 2، يعني انا طلعت بالرسمه بدل ما كانت الرسمه بادئه من هنا بقت بادئه من قدام الاثنين. يبقى اللي حصل ان انا الجزء ده شلته من المدى، يعني مش هيكون معايا موجود فين؟ في المدى. وبالتالي هنا هقول له يبقى المدى بتاعي من اول الاثنين للما لا نهايه، يعني الجزء ده خلاص انا حركت الرسمه من هنا خليتها بدات قدام الايه؟ الاثنين. يبقى لو جه سالني هنا عن المدى بالنسبه لي، يبقى انا حاجه اقول له المدى من اول اثنين لايه؟ لما لا نهايه. تمام، ده المدى بالنسبه لي. قال طب طبعا هنا الداله ديت نوعها زوجيه. تمام، طبعا زوجيه ليه هنا؟ بالنسبه للرسمه ديت، الداله دي نوعها زوجيه عشان متماثله حول محور الصدى. طيب اما اتنقلت قال لي ما بقتش متماثله حول محور الصدى، وبالتالي كده بقت ولا زوجيه ولا فرديه. قال لي طب بالنسبه للتزايد والتناقص، قال لي طبعا احنا زي ما اتفقنا بنمسك طرف الرسمه منين؟ من الشمال. بنمسك طرف الرسمه من الشمال كده بيبقى في تناقص وبعدين تزايد. يبقى تناقص من اول، طبعا زي ما اتفقنا في طريقه التزايد والتناقص بتكون على محور السينات. يبقى تناقص من سالب ما لا نهايه لحد الصفر. تمام، من سالب ما لا نهايه لحد الصفر ده تناقص. قال لي وهنا تزايد من الصفر للما لا ايه؟ للما لا نهايه. تمام، قلت له كلام جميل. الصفر لما لا نهايه لان مقصود طبعا محور السينات، تزايد التناقص على محور الايه؟ السينات. يبقى هي كانت متناقصه من سالب ما لا نهايه لحد الصفر. تمام، ومتزايده من الصفر لما لا نهايه. ايه اللي هيحصل هنا؟ قال لي فترات التزايد والتناقص زي ما قلنا ان فترات التزايد والتناقص دي بجيبها من على محور السين، من على المجال. فهنا بالنسبه لي اي نعم المجال ما اتغيرش، بس النقطه اللي فصلت ما بين التناقص والتزايد كانت هنا نقطه الصفر بالنسبه لمحور السينات. دلوقتي هنا اتغيرت، بقت بالنسبه لي بالنسبه لمحور السينات هو السالب 3. فلو جه الراجل سالني هنا عن فترات تزايد التناقص هقول له هي متناقصه من سالب ما لا نهايه لحد السالب 3، ومتزايده من سالب 3 لما لا ايه؟ لما لا نهايه. تمام، ده كده بالنسبه لو الراجل سالني على فترات تزايد التناقص. تمام. طيب نيجي بقى احنا بقى لسؤالنا. تمام، يعني احنا كده راجعنا الكلام ده بالنسبه للداله التربيعيه. قال طب وهكذا طبعا بقيه الايه؟ بقيه الدوال واحنا ماشيين في السكه برضه ايه؟ هنحتاج ان احنا نفتكرها في كل داله هنفتكرها. تمام. قال طب ده كده بالنسبه للداله التربيعيه، واللي ينطبق على الداله التربيعيه بينطبق على كل انواع الدوال، يعني كل الرسومات بتعتمد على ان بيحصل عندي فيه عمليه ازاحه. تمام. طب فتعالى بقى نشوف السؤال بتاعنا. الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان منحنى الداله د س اس 2 ناقص 3 هي نفس منحنى الداله د س بتساوي س اس 2، تمام، بازاحه مقدارها 3 وحدات في اتجاه نقط. طب احنا طبعا هنشوف كده الموضوع ايه اللي حصل. قال لي ان هي الرسمه ديت بقت عامله زي دي كده بالظبط. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اهو د س بتساوي س اس 2 ناقص ايه؟ 3. ماشي، يعني ايه اللي حصل؟ قال لي هنا ده السين اس 2، كده السين معاها حاجه؟ قلت له لا السين ما معاش حاجه. قلت له احنا المفروض ان احنا قلنا ان احنا بناخد اللي مع السين ونساويه بمين؟ ونساويه بالصفر. تمام؟ قلت له كلام جميل. طب مين اللي مع السين هنا اهو؟ قال لي مفيش حاجه مع السين، يعني السين بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. يبقى احنا بناخد اللي تحت الاس 2 زي ما عملنا هنا كده، تمام، ونساويه بمين؟ بالصفر. قال لي طب اللي تحت الاس 2 س، يبقى س بتساوي ايه؟ صفر. مع ان س بتساوي صفر يبقى معنى كده ان انا ما عملتش اي نوع من الازاحه بالنسبه لمحور السينات، يعني انا سايب محور السينات او المكان بتاعي بتاع محور السينات زي ما هو. طب الرقم اللي قاعد لوحده، رقم الصاد اللي هو قاعد لوحده ده بكام؟
بسالب 3. معنى كده ان اصبح كده عندي راس المنحنى بتاعتي هي النقطه صفر وكام؟ وسالب ايه؟ 3. قلت له كلام جميل. يبقى انا معنى كده ان انا هسيب السين زي ما هي، بس هغير فين؟ في الصاد. هعمل ازاحه بالنسبه لمحور الصادات مقدارها 3 بالسالب، وزي ما اتفقنا هو قال لي ازاحه مقدارها 3 ايه؟ وحدات. تمام؟ في اتجاه مين؟ قلت له في الاتجاه السالب لمحور الصاد. اتجاه السالب لمحور الصاد اللي احنا بنسميه واو صاد ايه؟ شرط. قلت له طيب كلام جميل. يبقى الاجابه بتاعتي هنا اهو حاجه اقول له بالنسبه لنا هي واو صاد شرط. تمام؟ طيب نشوف كده كمان سؤال، آخر سؤال كده عشان خاطر الناس النهارده بس كده، وبعد كده إن شاء الله نبقى لما نبدأ في ميعادنا هيبقى إن شاء الله ما فيش أي مشاكل. طبعا في أي حاجة في التعليقات حضراتكم هتقولوا لي عليها على الجروب أو على الواتس الخاص، ما فيش أي مشاكل. بيقول لي في السؤال رقم 6 يعني بيقول لي العبارة الخطأ فيما يلي. يعني معنى كده إن الكلام ده أو العبارات دي كلها صحيحة ما عدا حاجة واحدة بس. بيقول لي مقياس س ص، يعني س في ص بيساوي مقياس س في مقياس ص. قلت له كلام جميل، العبارة دي مظبوطة. احنا عارفين ان من شروط المقياس ان المقياس بيتوزع على الضرب. مقياس حاصل ضرب حاجتين بيساوي المقياس الاولانية في المقياس الثاني. قلت له كلام جميل. يبقى اول العبارة دي بالنسبة لنا ما فيهاش اي مشكلة. العبارة الثانية بتقول لي مقياس س بيساوي مقياس سالب س. تمام؟ احنا متفقين ان احنا من حق ان انا اغير الاشاره جوه المقياس، لان المقياس ده بيشيل السالب. فلو انا عندي اي حاجه سالب جوه المقياس من حقي او من حق ان انا اغير اشارات المقياس. يعني لو انا عندي مثلا كده مقياس 1 ناقص س او 2 ناقص س مثلا. تمام؟ انا مش عاجباني كده بغير اشاراتها. يعني عايز اخلي الاثنين دي موجب سالب والسين دي تبقى موجب. قال لي خليها كده مقياس س ناقص 2. انا كده عملت ايه؟ غيرت اشاره السين، بدل ما كانت سالب بقت ايه؟ موجب. والاثنين بدل ما هي موجب بقت ايه؟ سالب. بس طبعا لما اغير الاشارات كله. تمام؟ قال لي طب من حق ان انا اغير الاشارات اللي جوه الايه؟ المقياس، ما عنديش فيها اي مشكله. قال لي طب يبقى العباره دي بالنسبه لنا مظبوطه. نيجي هنا بقى مقياس س زائد ص بيساوي مقياس س زائد مقياس ص. واحنا قلنا ان المقياس ما ينفعش يتوزع. ما ينفعش يتوزع على الجمع. لان لما يتوزع على الجمع ممكن مثلا يكون الس والصاد ديت ارقام. مثلا ده الس دي بالسالب والصاد دي بالموجب. مش هيطلع نفس الاجابه. يعني لو احنا عندنا مثلا مقياس سالب 3 زائد 5، هل الكلام ده هيساوي مقياس السالب 3 زائد مقياس الخمسة؟ يعني لو وزعت المقياس، أنا طبعا سالب 3 زائد 5 يطلع بكام؟ باتنين، ومقياس الاتنين يطلع باتنين، يبقى الكلام ده هيطلع باتنين. لكن هنا مقياس التلاتة بتلاتة، سالب 3 تبقى بتلاتة، هنا مقياس الخمسة تبقى بخمسة، ويبقى 3 في 5 كام؟ 8. طبعا هنلاحظ إن المقياس لما يتوزع يطلع الكلام ده أصغر منه او يساويه. طبعا الا في حاله لو كان مثلا دي كانت 3 ودي كانت 5، يعني ما كانش سالب 3، يعني دي كانت 3 و5، في الحاله دي هيطلعوا بيساووا بعض. طب يبقى معنى كده ان المقياس هنا تمام ان هو يتوزع على الجمع. ده بالنسبه لنا هي العباره الغلط. بالنسبه لنا يبقى الاجابه بتاعتنا دي هي العباره الخطا بالنسبه. طب نيجي للمعلومه اللي وراها او الاختيار اللي وراه. بيقول لي ايه هنا؟ ان جذر التربيع س أس 2 بيساوي مقياس س. زي ما اتفقنا ان جذر التربيع والأس 2 هم عكس بعض. فطبعا الجذر بيطير مين؟ الأس، وهما الاثنين يطيروا مع بعض ويسيبوا السين. بس طبعا قلنا لما يكون السين ده يعني الأس هنا عندنا زوجي والجذر تربيعي، فيسيب لي اللي تحت الجذر جوه المقياس. لان طبعا الأس 2 دي المفروض ان هي لو السين دي كانت رقم بالسالب فبتحولها بالايه؟ بالموجب. تمام؟ طيب نيجي نقط يعني ايه بمعنى ونخلي بالنا من الملحوظ ديت ان انا لو عندي اي جذر مثلا، لو جذر تكعيبي
لس أس 3. قال لي هتقول لي الجذر التكعيبي هيطير السين عندي، يعني الجذر التكعيبي هيطير الأس 3 ويسيب لي السين عندي، مفيش أي مشكلة. وهنا مش هنحطها جوه المقياس. امتى نحط جوه المقياس؟ ها، عشان نخلي بالنا بس من الملحوظة ده ايه. قال لي لما يكون دليل الجذر بتاعي زوجي، تمام، والأس اللي موجود عندي زوجي. وهنا هتقول لي الأس 4 هيطير الجذر الرابع ويسيبوا لي السين. قال لي بس في الحالة دي سيبوها جوه المقياس. تمام. ليه؟ لأن ممكن تكون السين ديت هنا، لازم تكون السين دي رقم إيه؟ موجب. ليه؟ عشان إحنا طبعا عارفين الجذر التربيع لازم يكون الرقم اللي تحت منه، تمام، رقم موجب. أو الإجابة بتاعتنا يعني هنا تطلع إجابة موجبة، يعني مفيش جذر تربيع عدد بالسالب. طب فيبقى اللي هيطلع هنا لازم نحطه في قيمة إيه؟ في قيمة مطلقة، سواء كان الجذر الرابع أو سادس أو أي جذر دليله إيه؟ زوجي. طب مثلا لو كان عامل لي مثلا الجذر الرابع لس أس 8، هتقول لي اه، طب احنا هنا الجذر الرابع وهنا س أس 8، زي ما احنا عارفين ان هي تبقى س أس 8 على الايه؟ على 4، و8 على 4 تطلع س أس 2. هل هنا احط مقياس؟ قال لي لا، مش محتاج هنا احط مقياس، يعني سواء عملتها كده او جيت عملتها كده مش هتفرق معانا كتير. تمام، الاثنين واحد. ليه؟ في الحالة دي هو أنا لسه موجود عندي أس زوجي، فلو السين دي أصلا بالسالب فالأس هيطير الإيه؟ هيطير السالب. تمام. قال لي هنا طبعا إحنا حاطين المقياس. تمام. حطيت المقياس هنا اهوت، ما عنديش أي مشكلة، يعني أنت حتى لو حط المقياس أو مش حاطه، ما هو فيه الأس 2، والأس 2 برضه بتطير الإيه؟ السالب. قال لي فيبقى ما عنديش أي مشكلة هنا اهوت، سواء موجود المقياس أو عدم إيه؟ أو عدم. ماشي. طيب يبقى معنى كده ان احنا في السؤال ده اهو، الاختيار بتاعنا هو ده الاختيار الخطأ بالنسبة لنا، او العبارة الخطأ بالنسبة لنا. وكل العبارات ديت بالنسبة لنا ملاحظات نخلي بالنا منها. آه، معلش كده، أرجو إن احنا نكون النهاردة ما أخدناش حاجات كتيرة في الأسئلة، بس حاولنا إن احنا نرجع على جزء من المنهج في صورة الأسئلة ديت. وإن شاء الله كده هنبقى الحصة الجاية يعني نكمل بقية الكلام ده.